أثار قرار ردم ترام مصطفى النحاس جدلا كبيرا في الشارع المصري، بينما عزت المحافظة الأمر إلى أنه سيتم استغلال المسار مؤقتا لتشغيل أتوبيسات النقل العام. مراسلة ناهبة الليثي تابعت الأمر في تقريرها التالي. 5400 طن من الفولاذ بتكلفة قدرها 31 مليون جنيه يتم دفنها في الرمال. هذا ما تراه للوهلة الأولى عندما تسير بمحاذاة خط ترام مصطفى النحاس الذي بدأت عملية ردمه بالفعل، ما أثار ردود فعل مناهضة لما تقوم به الحكومة. المفروض احنا نشيل الحاجات دي نستفاد بيها، يعني الحديد ده كله يعني يعيد تصنيعه او يخش مثلا في صناعات تانية اخرى. حرام يعني المترو ده انت حضرتك شايفاه، المفروض لا يتعمل مترو او يشتغل زي زمان، لا يتشال ويوسع الشارع. هم مش عارفين يعملوا ايه، فيعني هم ما يطلعوا الحديد، يعني هو بس هو بيقال ان الحديد طلوعه اغلى من بيعه كده، فما ملوش حل يعني. فاذا كانوا يعملوها بقى يردموها ويعملوها ساحات انتظار سيارات ماشي. قرار الردم يراه المسؤولون منبثقا عن دراسة وافية وخطة وضعتها الحكومة لحل أزمة الزحام في مدينة نصر، واستغلال تلك المساحة حتى يتم إنشاء الترام السريع على هذا الخط نفسه الذي سيتم البدء فيه في غضون عامين، ليربط بين كلية البنات بمصر الجديدة ويصل إلى القاهرة الجديدة مرورا بمدينة نصر. المقاول يعني جاب كميات كبيرة من الرمال عشان نبدأ عملية كأساس لعملية الرصف، وحطها في مكان في الأول إلى حين إن هو ينشرها على مسار المسار. فطبعا وجودها بكميات كبيرة في جزء قصير من الطريق ادى انطباع للناس ان احنا بنردم على القضبان السكة الحديد، وده مش وارد ومش موجود. ذلك الترام الذي أنشئ عام 1963 يمر عليه الآلاف يوميا ليشاهدوه أثناء تحوله إلى مقلب للقمامة وحاوية لتربية المواشي، ولم يحفل به أحد إلا عندما التفتت إليه الحكومة. كده إهدار للمال العام، لأن في حديد ضبان تحت. الحديد دوت طبعا صلب، فطبعا حتى لو استخدمته شركة الحديد والصلب، فطبعا لو استخدمته طبعا كان هيدر عائد على الدولة. فطبعا عشان مثلا الجهات المختصة تردم الحاجة ديت بالطريقة ديت وما تحاولش حتى ترفعه على أساس إن الدولة تستفاد منه أو تستفاد من حقه، فده يعتبر إهدار للمال العام. بالرغم من دخول مصر مرحلة جديدة عنوانها الشفافية، إلا أنه ما زال كل منا يعمل في غموض، وما زالت علامة الاستفهام: أين مكمن الأزمة؟ هل في أن المسؤولين لا يتحدثوا أم أن المواطنين لا يستمعوا؟ من أمام محطة ترام مصطفى النحاس المردومة، هبة الليثي، تلفزيون النهار.